التركمان ذاقوا الاضطهاد القومي والاضطهاد الطائفي. التركمان الشيعة ذاقوا نوعين من الاضطهاد، اضطهاد طائفي كشيعة واضطهاد قومي كتركمان، والتركمان ذاقوا الأمرين في كركوك من اضطهاد الحكم العراقي من حيث التبديل القومية، من حيث التهجير، من التتريك. أنت تعرف جيدا أن هنالك 3 مناطق تركمانية كاملة التركمانية مثل السن ومثل تازخر ماتو ومثل بشير شرد أهلها ووزعت أراضيها على القادمين الوافدين من الخارج. فهنالك حقيقة التركمان الظلم الذي وقع على التركمان ظلم أكثر من القوميات الأخرى. يعني الظلم الذي وقع على التركمان نسبيا هو أكثر حتى على الظلم الذي وقع على الأكراد. فالتركمان أنا في نظري لم يعطوا كل حقوقهم، لكننا نأمل مع دخولنا لأعتاب مرحلة جديدة بالانتخابات سيأخذ أبناء شعبنا بكل مكوناتهم، خصوصا الأخوة التركمان التي أقف وقفة احترام وتقدير لتاريخهم الطويل ولتضحياتهم الجسيمة وما صب عليهم من النظام من ويلات من خلال سلسلة الحكومات التي تعاقبت على العراق. ظلموا الأخوة التركمان في 90 وفي بشير وفي أي منطقة من مناطق التركمان، وقدر ذلك وأأمل أنهم سيدخلوا في بناء العراق الجديد والحياة البرلمانية الجديدة ليسوقوا العراق ويأخذوا حقوقهم شأنهم في ذلك شأن بقية المكونات الأخرى. محافظة كركوك كذلك نص عليها القانون أنه يعني باعتبار الفدرالية تقرها فدرالية جغرافية فيتم التعامل مع كركوك على أساس جغرافي محدد دون أن تتعرض إلى حالة مد وجزر. يعني سوف لن تكون قلقة وإنما تستقر ضمن حدود محددة من ناحية جغرافية. يعني